واجه الموسم الثالث من مسلسل طائر الرفراف من المفاجأة الكبيرة عندما وافقت سيران على الوظيفة وتوقيع العقد لكي تكون مصممة المجوهرات لدى شركتهم، وذلك لإنقاذهم من الإفلاس، الأمر الغريب الغير متوقع منها، وذلك بعدما كشفت سيران أكاذيب سنان المتعددة الذي حاول خداعها، وقال لها أن المنزل الذي أعجبت به يحتوي على بعض المشكلات، حيث سيصبح في فترة لتصليحات تتجاوز 3 أشهر، وهذه كذبة أخرى منه لكي يقنع سيران أن تعيش معه في فيلة عائلته بناء على رغبة أمه. تحاول ديار التي تتعرض لضغوط كبيرة من جدها بشأن زواجها من فريد التعرف على موقف فريد في هذا الأمر، حيث تصل إلى مفترق الطرق فيما يتعلق بعلاقتهما. يسعى كاظم لمعرفة ما تخفيه سونا، حيث يقف على حافة حقيقية مفاجأة ستغير حياة الجميع بعدما أخبره الشخص الذي يطارد سونا بأن عابدين من عائلة كورهان. وعندما التقي كاظم بسونا أخبرته بأن عابدين ابن عمه لفريد، بينما تستعد سيران وسنان لاتخاذ خطوة مهمة في علاقتهما. أما فريد سوف يفتح صفحة جديدة في علاقته مع ديار، ومع ذلك فإن الخطة التي وضعتها إيلا التي تحاول بها إنهاء علاقة ابنها سنان وسيران ستجعل سيران وفريد وجها لوجه مرة أخرى في لحظة غير متوقعة.